السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب كده باختصار أتكلم عن موضوع الإخوة اللي هم عايشين في مصر. الإعلانات المستفزة مثلا، مطلوب للعمل يطلب جنسيات مثلا سورية، يطلب جنسيات سودانية، يطلب جنسيات يمنية، المهم إن هو ميطلبش جنسيات مصرية وهو قاعد على أرض مصر وبيفتح مطعم وبيفتح شركة أو أي مشروع على أرض مصر. الإعلانات برضو اللي هي من قبيل مطلوب واحدة لتنظيف شقة، وتلاقيه سوداني مثلا الجنسية مصرية ويكتب مصرية. يعني أنت قاعد في البلد خليك محترم، واللي يقولك أنا قاعد بمصرياتي خد مصرياتك وتوكل على الله، روح في أي حتة تانية. أنت ما تقدرش تكتب كده في أي دولة خليجية لأنك عارف في نفس اليوم هتترحل. يعني ما تستفزوش المصريين في حاجات كده استفزازية. يعني مثلا واحد منزل إعلان طالب جنسيات غير المصرية، مشترط الديانة، وده إعلان عنصري يعني أساسا في مصر حتى يعتبر غير قانوني، يعني لأن هم مش هيشتغلوا في مسجد مثلا يعني. فبنشوف حاجات كده مستفزة بصراحة بتخلي الواحد يعني بيستاء يعني منها، وإن هي حاجات مش طبيعية ومش تنافي حتى يعني أبسط قواعد الأخلاق. إنك بلاش ضيف يا عم، أنت قاعد في مصر وقاعد راجل محترم وأنت ابن البلد وأنت كل حاجة، ولكن احترم أهل البلد واحترم البلد واحترم قوانين البلد.